من وأنا صغير وأنا مهووس بعالم الجن والعفاريت. كنت دايماً بدور وأفتش عن أي حاجة ليها علاقة بيهم، وعمري ما كنت ببخل بمجهود عشان أوصل لمعلومة أو أجرب حاجة. في يوم لقيت كتاب قديم جداً وقع في إيدي، قعدت أقرأ فيه مراراً وتكراراً لحد ما حفظته تقريباً، وقررت أستغله أحسن استغلال. بس دخلت فترة امتحانات آخر السنة، وبعدها على طول بدأنا نجهز لخطوبة أختي مروة. أي حد طبيعي في مكاني كان أكيد هيوقف كل حاجة، بس أنا مش زي الناس اللي حواليا. فضولي كان هيجنني، وكنت مصمم أرجع التجربة تاني أو حتى ألاقي تجربة أقوى منها. كل يوم كنت بكرر نفس الطقوس اللي عملتها قبل كده، مستني الإشارة اللي مش بتيجي، لحد ما زهقت وكنت عايز نتيجة سريعة. قريت الكتاب من الجلدة للجلدة كذا مرة عشان أوصل لأفضل حاجة ممكنة، لحد ما في يوم بعد خطوبة أختي والناس كلها كانت قاعدة عند تيتا في الدور الأرضي، قلت أستغل الفرصة دي وأعمل الطقوس تاني. بس المرة دي الموضوع خرج عن السيطرة. رسمت الطلسم في الحمام، وكان من الشروط إني أخلط دمي بدم قطة سودة بالكامل. وأقسم بالله أول ما خلصت قراءة الجملة اللي بتقول قطة سودة اللون كاملة، سمعت صوت مواء قطة عند باب الشقة. خرجت ألاقيها بنفس المواصفات اللي في الكتاب، كأنها جاية بتندهلي أنا جيت نفذ اللي قريته. ما أنكرش إني اتخضيت جدا، بس اتغلبت على خوفي ومسكت القطة اللي كانت صغيرة ودخلت بيها الحمام عشان أكمل الطقوس. كنت قافل باب الشقة كويس جدا عشان محدش يدخل فجأة. جبت كوباية وسكينة من المطبخ، جرحت إيدي من عند الوريد وسكبت الدم في الكوباية، وبعدها جرحت القطة من غير ما موتها وخليت دمها يختلط بدمي في نفس الكوباية. آخر شرط في التحضير كان إني أقف في نص الدايرة اللي رسمتها وأكون عريان تماماً، وأسيب الدم ينسكب على راسي وينزل على جسمي وأنا بردد كلمات مش فاهم معناها بعدد معين. نفذت كل حاجة زي ما مكتوبة بالظبط، بس برضو ما حصلش حاجة، ولا جني ظهر ولا حتى حسيت بوجود حد. زي كل مرة مفيش جديد. بعد شهرين من التجربة دي ومفيش أي حاجة حصلت، قررت أقفل الكتاب وأخبيه جوه الصحارة، اللي هي صندوق حديد قديم كده وفي مكان للقفل. كنت حريص جدا محدش من أهلي يعرف أنا كنت بعمل إيه، وكل مرة كنت بخلص فيها طقوس كنت بنظف كل حاجة وامسح أي أثر عشان محدش يشك فيا أو أتعاقب. وخلال الفترة اللي بين أول مرة جبت فيها الكتاب ولحد ما خبيته، كنت دايماً لما أبص عليه أفكر في حاجتين: يا إما إن الكتاب ده كله هزار وتخاريف، يا إما أنا اللي لخبطت في حاجة في الطقوس أو فهمت حاجة غلط. انشغلت بالشغل لأن الأجازة بدأت، وبدأت أشتغل في الأفراح، أقدم أكل وشرب وكده. مع تعب الشغل وكتر الأفراح نسيت الموضوع تماماً، لحد ما في يوم وأنا راجع من الشغل بعد الساعة 1 بالليل تعبان جداً، رميت نفسي على السرير من غير حتى ما أغير هدومي، وما إن أمضت عيني بالعافية سمعت صوت جاي من الحمام. وقتها جسمي كله اتنفض، إحساس مرعب خبطني والنوم طار تماماً. قمت أروح أشوف في إيه، وقبل ما أفتح باب الحمام شميت ريحة بشعة كأنها ريحة كلب ميت بقاله كتير. في اللحظة دي افتكرت كل اللي كنت عملته قبل كده، وأول ما فتحت باب الحمام الريحة اختفت كأنها عمرها ما كانت موجودة. بس قلبي كان بيقولي إن الكائن اللي كنت بحاول استدعيه زمان هو اللي استدعاني دلوقتي. لو عشت معايا الحدوتة يبقى لازم تكمل المشوار، لأن اللي سمعته مجرد بداية. قصص ناس حقيقية وتجارب عمرها ما اتقالت قبل كده، كلها جاية في الطريق على قناة الحدوتة الملعونة. وأحب أقولك إن اللي جاي أغرب وأخطر وألعن، فلو بتحب الرعب وبتستنى اللحظة اللي النور فيها يقطع، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان لما تنزل الحدوتة الجاية تكون أول واحد يسمعها. سلام مؤقت لحد ما يجي وقت الحدوتة الجاية.